ازاي يعني حد مرتبه كويس ويحوش حوالي 800 يورو او من 800 ل 1000 يورو، ولا حوالي مثلا زي ما انا قلت في الفيديو من 500 ل 700 يورو جوه المانيا؟ ده مش قليل. ده الكومنت ده بيقول ان هو يعرف ناس جوه المانيا بتحوش، بتعمل بعد الاوس بيلدونج بتحوش من 2000 ونص ل 3000 ونص يورو. تصحيحا للمعلومه، مفيش حد بيحوش الارقام دي في المانيا. حتى لو دكتور مفيش حد بيحوش الارقام دي في المانيا. دي نقطه كمان. اعلى الرواتب هنا اصلا، يعني الرواتب كلها في رينج معين، رينج واحد. ونظريه التحويش عموما، عايز الفت نظرك لحاجه مهمه بقى جوه المانيا وفي اوروبا عموما بشكل عام. ان نظريه التحويش اصلا مش موجوده عندهم. يعني هو مش متاح عنده ان هو مثلا انا هفضل احوش فلوس واعمل فلوس. ليه؟ هو اصلا مفيش حاله طوارئ ممكن تحصل له تخليه ان هو يحتاج فلوس. لو تأمين طبي شامل، لو لا قدر الله الواحد تعب ولا حاجة، بيبقى عنده مؤمن عليه تأمين طبي شامل، مش بيحتاج ان هو يدفع سنت واحد في اي حالة طوارئ او غير طوارئ كمان. الا اذا بقى الحالات التجميلية والكلام ده كله، الواحد لازم يكون يدفع، ده الجزء التأميني. الواحد لو مش مطالب ان هو يحوش مثلا عشان يركب عربية، لان هو بشغل شهر يقدر يجيب عربية. مش عربية عالية طبعا ولا فارهة والكلام ده كله، بس هتجيب عربية تقضي الغرض. تمام. نقطة تانية، الأكل والشرب بأبسط الإمكانيات خالص تقدر تاكل وتشرب، مش محتاج إن أنت تحوش برضه. مش محتاج إن أنت تخاف من نقطة مثلا تغير الزمن، أو اللي هو يعني البلد هتقلب عليك أو الكلام ده كله. الثقافة ديت مش عندهم. عايز يتجوز مثلا مش هيحوش عشان يتجوز، ثقافة التحويش مش موجودة عندهم، لذلك هو بيحطك في فئة معينة، وحاطط المجتمع كله في حتة معينة، إن هو أنا مش هخليك غني ومش هخليك فقير، هعيشك حياة آدمية بمرتب متوسط تقدر ان انت تصرف وتاكل وتشرب منه وتصرف على عربيتك وتطلع رحله اخر السنه وتقدر تلف العالم كله بالراتب اللي انت تقدر تشيل جزء منه علشان تعمل النقط دي. انما ان انت تشيل وتحوش لطوارئ، الثقافه دي مش موجوده، ومش هم اصلا مش مطالبين بيها ولا هم مقتنعين بيها، لان زي ما قلت لك كل حاجه هنا شايله نفسها. بالتوفيق ان شاء الله، ويا رب تيجي المانيا قريب ان شاء الله وتحوش 10000 يورو في الشهر، دي حاجه هتبسطني جدا. بالتوفيق باذن الله، وربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله. ولو وصلت لحد النقطة دي في الفيديو فشكرا جدا ان انت كملت الفيديو للآخر.